بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبيبي قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل الجمال اللي انتوا شايفينه ده، ورز بالزيت واللبن، هشة وطرية وجميلة، ورز فلاحي. يلا نصلي على الرسول ونقول لكم نبتدي بالمقادير. اول حاجة عندنا هنا نص كيلو من الدقيق هننخله. تمام كده حبايب قلبي، هندخل الدقيق معانا كويس قوي عشان لو في اي حاجة ما تبقاش معانا في العجينة يعني. تمام كده، بعد ما نخدنا الدقيق هنحط عليه نص معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة بودر، معلقة كبيرة مليانة خميرة فورية. تمام، هنقلب المكونات الجافة مع بعضها زي ما انتوا شايفين كده. وهنحط كمان معلقتين كبار مليانين من السكر، بس دي معلقة صغيرة عشان كده حطيت منها 4. تمام، وهنقلبهم مع بعض كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده. وعندنا نص كوباية من الزيت الدافي، ياريت يكون دافي عشان احنا في الشتاء وما يدخلش معانا وقت في التخمير زيادة. تمام، نص كوباية من الزيت هنحطها كده على الدقيق، نبصه كويس اوي مع بعض، بس خالص كده عشان يعني تبقى ناعمة وجميلة من جوه القرصة. تمام، بس حلو قوي لغاية ما يبقى معاك عامل زي الرملة المبلولة. ضغط عليه كده ويعني يتلم معاكي وترجعي تفرديه، يتفرد على طول بسهولة. تمام، هوريك اهوت. لا، صلى على الرسول واذكر الله، قولي لا اله الا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اهو زي ما انتوا شايفين بيتلم ويتفرد معانا بسهولة. بعد كده هنحط عليه كوباية من اللبن اللي هو الحليب. تمام، وهنعجنه كويس. هنعجن كده زي ما انتوا شايفين. لو احتاج لبن تاني حطي، احتاج دقيق حطي. احنا الدقيق بيختلف من مكان لمكان. زي ما انتوا شايفين انا لقيتها هنا يابسة معايا قوي، مش بتتعجن بسهولة، فانا هجيب نص كوباية لبن وهحطها معاكم ايه بالتدريج شوية شوية لغاية ما العجينة تلم معايا. انت ممكن العجينة معاكي تحتاج كوباية لبن، ممكن تحتاج كوباية ونص، ممكن تحتاج اقل. اهم حاجة يعني الدقيق بيختلف من مكان لمكان. تمام كده، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اهو هتعجني زي ما انت شايفة كده كويس قوي. اهو لقيتها برضو لسه محتاجة، حطيت انا احتاجت لنص كيلو دقيق نص كوباية زيت وكوباية ونص من الحليب. تمام كده، اهو هعجن فيها كويس قوي لغاية ما تتلم كلها معايا وتبقى عجينة طرية ناعمة. وزي ما انتوا شايفين عجنتها كويس، اتلمت معايا وبقت طرية زي ما انتوا شايفين. انا عجناها لمدة 5 دقايق لغاية ما تنعم وتتلم معاكي كده. دلوقتي بقى هغطي عليها واسيبها تخمر في مكان دافي. ممكن تاخد معاكي في الجو الساعة ده من ساعة لساعة ونص لساعتين، تبع الجو اللي عندك. فانت هتغطيها حلو وتدفيها، ممكن كمان تغطيها بفوطة وتلفيها ببطانية او اي حاجة تقيل عندك تدفيها بيها العجينة. بتبقى عايزة المكان الدافي. ممكن تولعي فرن البوتاجاز وتحطيها جواه تتخمر جواه، تولعي وتطفيه وتحطيها تتخمر فيه. بس انا غطيتها بفوطة وحطيت عليها بطانية تقيلة، اتخمرت معايا في ساعة واحدة بس. اه يا حبيب قلبي، بعد ساعة انا كنت اختبرتها كده لقيتها اهيت. تضغط عليها كده ما طلعتش معاكي، تبقى هي كده اتخمرت. هتبتدي تقرصيها بقى قرص صغيرة كده اهوت، وتتلم ان انت تقرصيها كويس، لان ده بيبان في شكل القرصة. يعني بيخلي لما تكورها حلو وتقرصها حلو بيخلي القرصة شكلها مدور كده وشكلها جميل ومنتظم معانا. تمام حبايب قلبي، وزي ما انتوا شايفين كده
هنقرصها بالشكل ده ونرصها على صينية. قولي سبحان الله، يتغرس ليكي نخلة في الجنة بإذن الله. قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اهوت خلصنا كل الكمية معانا. هي عملت معايا نص كيلو، عمل معايا حوالي 18 يا 19 قرصة زي ما انتوا شايفين كده، حسب الحجم اللي تحبيه. انت ممكن تكبري القرصة عن كده، تصغري عن كده، ده بقى يرجع لحريتك الشخصية. تمام. هغطيها تاني بفوطة نضيفة لمدة 10 دقايق بس ترتاح عشان تتفرد معانا بسهولة. تمام. زي ما انتوا شايفين رجعنا لها تاني بعد 10 دقايق، كانت تضاعف حجمها زي ما انتوا شايفين، وتضغط عليها كده تلاقيها بتتفرد معاكي بكل سهولة. انت تجيبي صينية بقى وتدهنيها دهنة بسيطة من الزيت، دهنة بسيطة خالص عشان القرص ما تتحمرش معاكي من تحت وتشد وتدي لون مش كويس. تمام كده. ادهني الصينية بقى بايدك بمنديل بفرشة المتواجد عندك اعملي. انا دهنتها بايدي، انا غاسلة ايدي ونضيفة وبعمل حاجة لبيتي ولولادي. تمام كده. زي ما انتوا شايفين هنفردها كده وهنبتدي نفرد بقى القرص جواها زي ما انتوا شايفين كده. بشوفوا بتتفرد بكل سهولة، ما تحاوليش تفردها اكتر من كده، يعني ما ترققيش القرص قوي عشان ما تعضمش معاكي في الفرن وتبقى ما فيش فيها البابة من جوه كده وتبقى ناشفة. دي البلح اللي انا حولته معاكم العجوة عندي على القناة، لو هترجع لي الفيديو وتشوف احنا عملناه معاكم ازاي. شوفوا بيتفرد بسهولة اهوت، بتفردي كده وتحطيه جوه القرصة. والله كان جميل يا جماعة. ده بلح تمر كنت حولته العجوة معاكم، الفيديو على القناة لو تحبي ترجعي لي اهوت. شوفوا بتتفرد معانا بكل سهولة ازاي. انا ما بفردهاش قوي عشان عايزاه يعني تبقى سمكها، انت تفرديها بالسمك اللي تحبيه، بس ما تفردهاش قوي عشان ما تعضمش معاكي وتنشف في الفرن. تمام كده اهوت. تفردي العجوة او البلحة اللي انت عاملاها تحطي جوه وتقفلي عليها قوي قوي كده كويس عشان ما تفتحش في الفرن يبقى شكلها مش كويس. اهوت شوفوا بتتفرد بكل سهولة معانا. انت عايزة تفردها عن كده براحتك. وانا كمان كان عندي ملبن هو لونه احمر. هو الملبن ده كان جاي لي في موسم ولد النبي والاطفال بتوعي ما اكلوهوش، فانا عجنته بمعلقه سمنه بلدي او زبده زي ما تحبي وكورته كده وحشيت بيه. المتواجد عندك اعمليه. ممكن تحشيها قرفه على سكر، ممكن تحشيها جبنه، الحشوه اللي تحبيها حطيها، او الحشوه اللي اولادك هياكلوها ضيفيها. شايفين العجينه طريه جميله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، كانت تحفة 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 وجميلة وريحتها كانت مالية الشقة. احنا كده في الشتاء، قوم يلا تنشطي واعمل ايه وخبزي كده لولادك. اعملي الحاجة في البيت، الحاجة في البيت بتبقى افضل من بره بكتير ونظافة، وانت ضمناها وعاملاها بايدك. يعني عارفة انت حاطة فيها ايه وغاسلة ايدك وادواتك نظيفة. الاطفال بيفرحوا جامد اوي، يعني انا ابقى واقفة وهم حواليا، يعني بتبقى حاجة جميلة جدا ان انت بتعملي لاولادك الحاجة بايدك. ودايما وانت بتعملي الحاجة كده اذكري الله، قولي لا اله الا الله، ادعي لكل اللي ياكل الحاجة دي بالبركة. هتلاقي ما شاء الله ما شاء الله يعني الخير كله في بيتك. اعمل معاكم كمان واحدة واخلص الكمية كلها وارجع لكم تاني. لو وصلت لغاية هنا من الفيديو ياريت تحط لايك وتعملي اشتراك في القناة وتعملي شير عشان الكل يستفاد، وفعل زرار الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد مني. اهوت هخلص بقى انا كل الكمية وارجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين حبايب قلبي شكلتها كلها كده، في اللي حشيته عجوة، في اللي حشيته ملبن، وفي اللي سبته سادة. بعتذر عن صوتي. تمام كده. انت بتسيبي فراغ بين كل واحدة والتانية زي ما انتوا شايفين. انا بقول لكم عشان هي لسه هنسيبها تتخمر مرة تانية ويتضاعف حجمها عشان ما تمسكش في بعضها ويبقى شكلها مش حلو. هنغطيها بفوطة ونسيبها لغاية ما يتضاعف حجمها زي ما انتوا شايفين كده. هنا ولعت الفرن على درجة حرارة 200، او لو انت مش الفرن بتاعك مش مدرج بتعمليه على الوسط. تمام. تحطها على الرف الاوسط. هي خدت معايا من ربع ساعة
ممكن تاخد عندك 10 دقايق حسب درجة حرارة الفرن عندك، بيحمى على طول او كده. تبتدي تجيبي شوكة وتنقشيها كده لو تحبي، مش حابة خلاص بتدخليها زي ما هي، بس انا بحب انقشها كده زي ما انتوا شايفين بتدي شكل جمالي. بس لو هتنقشيها ما تنزليش بالشوكة للاخر، يعني عشان ما يضيعش الخمر اللي انت عملتيه من فوق الوش كده وبالراحة، يعني ما توصليش بالشوكة للطبقة اللي تحت. تمام كده. انا بقى بجيب حليب وبدهن وشها كده، بيديها لون جميل قوي قوي، وهي طالعه من الفرن وريحه جميله كانها معموله بالسمنه الفلاحي. تمام. هو زي ما انتوا شايفين، انت ممكن تدهنيها، تجيبي ميه بسكر تدهنيها، ممكن لو عندك قهوه سريعه الذوبان تدوبيها بشويه ميه او لبن وتدهنيها. المتواجد عندك اعمليه، المتوفر عندك اعمليه، ما توقفيش نفسك على حاجه. تمام. اهوت اخلصها كلها كده وادخلها الفرن رف اوسط درجة حرارة 200 لمدة تلت ساعة، من ربع ممكن تاخد معاك 10 دقايق، ربع ساعة، تلت ساعة، زي ما قلتلك حسب درجة حرارة الفرن. هي خدت معايا انا تلت ساعة في الفرن بتاعي لانه كبير. زي ما انتوا شايفين حبايب قلبي، طلعت شكلها تحفة ازاي، وجميلة ازاي، وشكلها يفتح النفس، وحاجة في بيتك مضمونة. زي ما قلتلك انا بقى اول ما طلعت دهنت وشها بالحليب زي ما انتوا شايفين. ممكن انت تبخي عليها شوية مية، بس اهم حاجة تغطيها عشان تفضل طرية معاكي. وممكن انت تضعفي الكمية وتحطيها في اكياس وتحطيها في الفريزر، يعني عايزة الصبح كده تطلعي منها الاولاد يفطروا منها جنب كوباية شاي، جنب كوباية حليب، جنب كوباية نسكافيه، زي ما تحبي. فطار خفيف الصبح وجميل ولذيذ، وولادك وزوجك هيحبوها جدا جدا. والله كانت ريحتها مالية الشقة والبيت كمان، جميلة جميلة جميلة، وريحتها جميلة، وحاجة مضمونة في بيتك زي ما قلتلك، وحاجة كلها موجودة في البيت. يلا قومي كده تنشطي واعمليها لأولادك. اهو زي ما انتوا شايفين الجمال. يلا حبيبتي اذكري الله، قولي لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نغطيها بقى كده ونسيبها تهدى خالص. بس انا بصراحة ما صبرتش اما هدت يعني من جمالها. اكلت منها، هوريها لكم دلوقتي، هفتحها من جوه اوريها لكم. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. صلى على النبي واذكري الله، قولي لا اله الا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. اهو شايفين حبايب قلبي، جميلة جدا وكانت طرية جدا. انت ممكن تعملي كمية، ممكن تعملي كمان ب3 كيلو، ضعف المقادير اللي انا كاتباها لك دي، وكيسيها وحطيها في الفريزر. طلعيها قبل ما تستخدميها مثلا 10 دقايق، ربع ساعة، تلاقيها حلت معاكي وجميلة جميلة. حطها لأولادك في اللانش بوكس، يفطروا بيها يتعشوا بيها، حاجة خفيفة يعني. شايفين قد ايه طرية وجميلة. هوريكم الملبن كمان، شايفين طرية ازاي، ما شاء الله ما شاء الله، كانت جميلة بصراحة. البلبن كان لسه سايح جواها، كانت لسه سخنة. شايفين قد ايه طرية ومليانة البابة من جوه، جميلة جميلة. يلا قومي جربيها يلا حبيبة قلبي. لو عجبكم الفيديو حط لايك واعملي اشتراك في القناة. هو شوفوا بقولكوا حط لايك، حط لايك بقى. يلا حبايبي، مع السلامة.